يا مسهل يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ اخبار الدنيا معاكم؟ طمنونا عنكم في اول فيديو عندنا في القناه ديت، قناه مخصصه بالسكيت. حمس صراحه جدا للمحتوى ده، بما اني الفتره الاخيره مهتم جدا بالسكيت وبقضي وقت وساعات كتير جدا في السكيت. فالموضوع اللي هو ايه، حاجه انا مهتم بيها، فممكن اقدم بيها محتوى لطيف تستمتعوا بيه وكده. فيديو النهارده هيكون فيديو مختلف شويه، او يعني بدات كده بحاجه ايه، يونيك شويه. هتكلم عن السكيت بتاعي القديم، السكيت اللي انا يعتبر مش بديت بيه، هو اقدم سكيت عندي لحد دلوقتي، ولكن متحمس جدا ان انا اجربه. تمام، ومتحمس جدا ان انا اعدله واظبطه واغير البيرنج واغير الويلز واظبط اللاينر بتاعه واعيد استخدامه. ونوع السكيت بتاعي القديم هو من شركه اي ال سبورت، السكيت اللطيف الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. طبعا في ويلز هنا مش عارف على الله حكايتها خالص، هي موجوده هناك ومتقطعه. فخلينا نتكلم عن السكيت كده على السريع. زي ما انتوا شايفين السكيت دوت جاي باللون الاصفر والابيض، اللون اللي مش ممكن يكون ظابط مع اي حاجه، ولكن مميز جدا. ولونه مع الزمن اتحول لبرتقاني شويه. زي ما انتوا شايفين انا محافظ جدا على البوت من قدام. رباط عادي، ما فيهوش حاجه مميزه، عليه شويه صدى من سبب السكيت يعني، او الركنه كتير. والصدى ده موجود في كل حته، في اي قطعه من الحديد موجوده في السكيت دهوت. بما انه قديم يعني او كده، فمش هتبقى فيه معانا فيه مشكله قوي يعني. اللاينر بتاعه انا مستغرب لحد دلوقتي، يعني متماسك ولحد دلوقتي بيدي راحه للاستخدام. عينه ناشف شويه على انه برضه مش نظيف، في تراب، في عرق، في حاجات كتير. من اول ما جبته ما نضفتوش صراحه، ولكن دي الحاجه اللي احنا هنظبطها الفتره اللي جايه، ان هنظبط اللاينر ونظبط ايه، الويلز والبيلينج والحاجات دي كلها. عندنا الاستراب بتاعه اللي هو ال 45 درجه. هو استراب صراحه انا مبسوط بيه جدا، وان هو لحد دلوقتي ماسك نفسه. السكيت دوت معايا من تمام من 6 سنين تقريبا، ولكن فكره ان هو الشفرات بتاعه الاستراب ذات نفسه ما حصلهاش اي حاجه، بعكس الايفو اللي هيبقى ليه فيديو تاني خالص يعني، ونقعد نتكلم عن السكيت براحتنا. اوكي نايس، التصوير واقف يا جماعه. المهم نكمل. ننتقل بقى من الاستراب بتاع ال 45 درجه، نروح للكف بتاع السكيت. كف السكيت زي ما انتم شايفين ما بيتفكش، او ما بقدرش اربط المسامير بتاعته او اتعامل معاه باي طريقه احترافيه يعني. لو انا فكرت مثلا اغيره او انضفه من تحت، او اتعامل معاه كصيانه للمسامير او حاجه. وبرده الحاجه السلبيه والصراحه ضايقتني اكتر من الكف، اللي هو موضوع الاستراب بتاع الكف. الاستراب الكف ما بيتغيرش يا جماعه. موضوع غريب. وبرضه نفس التعليق اللي هو الشفرات بتاعت الاستراب، جدعان ما حصلهاش حاجه. الموضوع ده جامد جدا. برافو شركه ايه السبورت. بعد ما اتكلمنا عن البوت من فوق والاجزاء العلويه من السكيت ذات نفسه، نيجي على الفريم والعجل. الفريم زي ما انتم شايفين مسمر في البوت، ما اقدرش افكه ولا اقدر ان انا اغيره. هل دي حاجه وحشه؟ لحد ما هي برضو حاجه حلوه من ناحيه ان هم مسمرينه بطريقه جامده جدا. يعني انا شايف قدامي حرفيا 12 مسمار ماسكين في البوت كله من فوق ومن تحت، والفريم ذات نفسه خفيف. السكيت يا جدعان علشان ان هو موزعين البلاستيك في حتت قليله وحتت كتير، مد السكيت خف بطريقه رهيبه جدا. وفي نفس الوقت معنى ان هو خفيف معناه ان هو ممكن يتكسر معاك، او مثلا ان هو يتشقق معاك، او اي حاجه من الحاجات المشاكل اللي احنا بنشوفها في سكيتات اللي هي الوقت الحالي. ومن ناحيه الفريم، بما اننا اتكلمنا على الفريم، فالفريم خفيف، فريم ماسك الاربع عجلات بتوع السكيت. زي ما انتم شايفين الويز اللي جاي مع السكيت دهيت هي الويز اللي جت من الشركه. بما اننا اتكلمنا على البيرنج، فالبيرنج اللي بتيجي فيه بيرنج ايبك 7، مش بيرنج واو، هي بيرنج. انا مش هقدر اتكلم عنها اكتر من كده يعني. فانا متحمس صراحه ان انا استخدم السكيت دوت واجدده واعيد استخدامه. في حاجه انا هتتكلم عنها، هو ايه ده؟ مش عارف المسمار ده دخل عدى السيليكون بتاع الويلز، وعدى الكور بتاع الويلز، وطلع وعادي، عارفين اللي هو ومكمل. اسمع علينا. طيب اظن كده ادينا السكيت حق. دلوقتي المفروض بقى هننزل ونجرب السكيت في جرين، ونشوف هل هو اصلا يجي مقاسي، ولا اصلا هعرف امشي بيه، ولا البيرنج اصلا هتلف معايا، وهل لويز اصلا يستحمل ان انا اعمل سلايدات عليها. انا ما اعرفش، هنشوف ويلا. انا متحمس جدا، خلينا نشوف. طيب يا جماعه دلوقتي احنا وصلنا جرين. الخطه دلوقتي ان احنا نلبس دلوقتي السكيت تمام، ونجربه بقى من قبل ما احنا نعدل عليه ونغير الويز، ومن قبل ما احنا ننضف ايه البيرنج. فبصراحه يعني انا ناوي ان انا احلل الويز الصراحه. خلينا نلبس سكيت وانا متحمس جدا، وان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون على ماسي. فيلا خلينا. يوه دخل. طيب يا جماعه احنا دلوقتي لبسنا السكيت تمام، وكل حاجه جاهزه، والحمد لله جه مقاسي، واللاينر طلع مريح. مش عارف يعني ازاي بعد ده كله هو مريح، لكن يلا خلينا نبدا. ايوه لسه حاسس ان انا لابس اجريسيف. لا هو عموما انا حاسس ان هو مفيش خالص.
والبيرنج بتاعته سيئه جدا، ولكن ده اللي احنا هنشتغل عليه، ان احنا هنظبط البيرنج. تمام، سامعيني كويس. تعالى ناخد كده على الطريق. والله الفور ويلز رهيب يا اخي. ايوه مره لاحظت. طب ليش ما تمشيش؟ في معاناه هنا على فكره. ايوه متعب قوي، متعب قوي. طب ليسو بس صراحه ويلز رهيبه، الويلز الزحمه تمام، ولكن من ناحيه اللي هو بيجري ما بيجريش، البريك سيئه. والله ممتع يا جماعه. طب رسميا انا هنقل بقى فور ويلز والعب بالسكيت القديم، خليه يبقوا في البيت. يلا يا جدعان، كان معاكم مشيو، السلام عليكم. طيب يا جماعه، زي ما انتم شفتوا جربنا السكيت وعملنا فيه سلايدات وحاولنا نعمل بيه حاجات غريبه، وانا قعدت جنبه واعمل بصراحه الفور ويل ده مختلف. ممكن اعمل لكم فيديو في المستقبل عن الفرق ما بين الفور ويلز والثري ويلز من ناحيه الاستخدام ومن ناحيه التجربه، لكن الفور ويلز انا بامانه استمتعت بيه جدا. زي ما انتم شايفين انا كنت بعاني وانا بمشي بالسكيت، ولكن في الحركه بتاعته كانت رهيبه جدا، استمتعت بيه. وفكره ان هو قريب من الارض، فدي بالنسبه لي حاجه انا فاقدها عند الايفو. شوفوا حرفيا فرق الايه الكف، يعني وش رجلي ما بين الايفو ما بين الايه السبورت. هذا الشغل اللي هنعمله على السكيت. طبعا الشراب هنخليه زي ما هو. من ناحيه اللاينر هننضفه ونظبطه ونشيل منه التراب والحاجات دي كلها. ومن ناحيه البيرنج هنغيرها لو احنا ما عرفناش ننضفها. الويز هنستخدم عليها البيرنج الجديده لحد ما تهتري، وبعد كده نجيب ويلز جديده. الويلز الجديده كده كده موجوده، ولكن صراحه او ممكن نغير الويلز على طول. ما اعرفش، انا افكر في الموضوع وقت ما نعمل فيديو. المهم وبس، الى هنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كان معكم هشيم، اتمنى انكم استمتعتوا معنا في الفيديو ده، واتمنى ان هو اضاف لكم حاجه. وبس، استنوا الفيديو اللي جاي. ما تنسوش بقى اللايك والحاجات الحلوه اللطيفه بتاعتكم ديت. كان معكم هشيم، في امان الله، السلام عليكم. الدنيا